مساء الفل عليكم. في الوقت اللي فيه حماه خرج يأكد إن جوز بنته بيمر بحالة نفسية سيئة وبيناشد جماهير الزمالك وجماهير الكرة المصرية تخف عليه، كان جوز بنته بيحضر فرح ومبسوط ومزقطط. مش فاهمة ازاي واحنا في عصر السوشيال ميديا الناس دي ما زالت عايزة تأكلنا الحلاوة زي لطفي. احنا كنا بنمتلك لاعب اسمه محمود علاء، كان من أفضل المدافعين في أفريقيا ويلقب بالمدافع الهداف، وكان أفضل مدافع في مصر حرفيا، حاجة كده من ريحة قلب الأسد مدحت عبد الهادي. استلموه جماهير المنافس وحطوا عليه حطة ما يعلم بيها إلا ربنا. من يومها وهو قلب على مدافع درجة تانية في الدوري الموزمبيقي، وأصبح مفيش أمل في عودته. بعد ده كله تيجي تنتقد لاعب من لعيبته يقولك الشنطة فيها كتاب دين. كولر وبشكل مباشر طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي ضم 3 لاعبين، لاعب جناح ولاعب وسط ومهاجم في ميركاتو يناير اللي جاي، وحط رضا سليم والبيرسي تاو على قائمة الراحلين، وساب المفاوضات في ملعب مجلس إدارة النادي الأهلي مع رضا وتاو. وإذا نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضاته مع رضا وتاو ووصل معاهم لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وقتها النادي الأهلي بنسبة كبيرة هيرجع يفتح باب المفاوضات مع اللاعب محمد علي بن رمضان. وإن لم ينجح مجلس إدارة النادي الأهلي في التخلص من رضا وتاو، وقتها الأوبشن هيكون التعاقد مع مهاجم أجنبي فقط لا غير، لأن كولر رافض تماما فكرة التعاقد مع أي لاعب محلي في الفترة اللي جاية. والحقيقة إني بتفق تماما مع الرأي ده. مفيش لاعب محلي في الوقت الحالي ممكن ينضم للأهلي، لأنه مؤكد هيكون أقل كواليتي من لاعبي الأهلي الموجودين داخل القائمة. دي كانت طلبات مارسيل كولر، واللي الحقيقة في منها اللي عليه علامة استفهام، لأن الراجل بيقول لو لم ينجح مجلس إدارة الأهلي في التخلص من البيرسي تاو ورضا سليم، وقتها هيفكر بس في مهاجم أجنبي. طب أنت هتفكر في مهاجم أجنبي في وقت فيه أنت عندك وسام أبو علي هداف الدوري وكهربا وطاهر محمد طاهر اللي أحيانا بتلعبوا مهاجم، وتسيب مركز الوينج اللي أنت أساسا عندك فيه ثغرة كبيرة ونواقص بالجملة؟ الغريب ان الكل مصر على صفقة المهاجم الاجنبي دي، وفي تكتم كبير على اسمه وجنسيته، والموضوع متاخد على محمل الجد وعلى حساب مركز الوينج اللي اساسا الاهلي وكولر بيعانوا منه. وبعدين ازاي تكون بتسعى للاستغناء عن رضا وتاو الاتنين لعيبه وينجات، وتكون بتسعى تعوضهم بمهاجم وينج واحد ولاعب وسط؟ شايفه ان الكلام مش مقنع، لكن هي دي الأخبار المنتشرة حاليا. وبالمناسبة البيرسي تاو رافض تماما الحلول الودية ما بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي، ومصر على تقاضي راتب ال6 شهور اللي فاضلة في عقده كاملة مكتملة. أما رضا سليم فما فيش أي عروض جات للاعب، برغم أن رضا متفاهم أكتر بكتير من البيرسي تاو. عموما خلينا ننتظر ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين وهترسى على ايه. لكن عجبني جدا ان الاهلي بدأ يدور على طلبات مارسيل كولر في ميركاتو يناير من دلوقتي، عقبال يا رب ما كابتن حسين لبيب اللي فريقه عنده نواقص كتيرة جدا في السكواد يبدأ ياخد خطوات برضه من دلوقتي. شوف يا عزيزي، تقولي اصله شبيه بن شرقي، تقولي الاتنين اخوات وفنياتهم كوبي بيست من بعض، تقولي راضعين على بعض، كل الكلام ده ما يصرفش معايا. وانا على فكرة مش ضد فكرة التعاقد مع فهد المسماري، لكني ضد اننا نتعاقد مع لاعب وينج ممكن يتألق وممكن لا، في حين اننا عندنا اوبشن نتعاقد مع لاعب ضامنين تألقه وعارفينه وحافظينه، وهو كمان ضامننا وحافظنا ولعب تحت نفس الضغط الجماهيري والاعلامي في مصر ونجح نجاح ساحق. هو احنا ما بنتعلمش ليه من اخطائنا؟ انا عايزة اعرف يا عزيزي. لو شفت فيديوهات كونراد مشلاك قبل انضمامه للزمالك هتقول انه قد بن شرقي 80 مرة، وبرغم ده بعد انضمامه ما قدمش اي اضافات للسكواد وبقى اللاعب رقم 3 في مركزه. احنا ليه بقينا بنلف في دايرة مقفولة بالشكل ده ورافضين نسلك الطريق السهل ونعمل العادي الرمادي ابو قرشين؟ اللي بيقولوا نجيب الورفلي ده هو نفس اللي قاله رئيس نادي احد قبل انضمام مشلاك للزمالك، ومفيش رئيس نادي في الدنيا ممكن يقلل من امكانيات لاعب عنده. اتمنى لو رسي العطا على فهد المسماري على حساب انضمام بن شرقي يكون ده بناء على طلب جمز، غير كده نبقى رجعنا نهرج من تاني وبنعيد الكرة ومفيش فايدة فينا. العب في المضمون يا جنرال من فضلك، ده مش وقت تجارب. احنا مش لاقيين الفلوس في الشارع عشان نجازف بيها ونرميها في صفقة مش مضمونة.
وبمناسبة التجديد لبعض اللاعبين أمثال زيزو والمسلوسي، الكابتن أحمد سليمان كلمتين مهمين جدا فيما يخص التجديد للاعبين. كابتن أحمد سليمان قال حتى وإن لم يتم الحصول على توقيع اللاعبين على العقود الجديدة في يناير، فسيستمر اللاعبين ضمن صفوف الفريق لحد نهاية الموسم. ونهى كلامه بأنه حابب يطمن الجماهير أن الوضع تحت السيطرة. مش فاهمة طبعا يعني إيه اللاعبين مستمرين في الفريق لحد نهاية الموسم، ويعني إيه سعادتك ما يتمش الحصول على توقيعهم خلال شهر يناير. لكن أتمنى ان الجنرال يكون على علم ان اللاعبين اللي بيتكلم عنهم دول يحق لهم التوقيع لاي نادي تاني في اول يوم في شهر يناير اللي جاي. وان كنت سيادتك مالي ايدك قوي من بعض اللاعبين، فحب اقولك ان الدنيا بتتغير، وان بمجرد ما باب الانتقالات في يناير بيتفتح ويصبح اللاعبين دول عندهم القدرة يوقعوا لاي نادي، هتنهال عليهم العروض بارقام خيالية وبضعف اضعاف اللي بيتقاضوه في الزمالك. وقتها الله اعلم هيكون رد فعلهم ايه قصاد ملايين الدولارات اللي هتتعرض عليهم. أتمنى نحط في حساباتنا إن الكورة النهاردة بقت احتراف، والانتماء أصبح لتيشيرت النادي اللي هيدفع أكتر إلا من رحم ربي. في حدث غريب وعجيب صور الإعلامي هاني حتحوت حلقة مسجلة مع كونراد مشلاك حوالي ربع ساعة تقريبا. الكلام فيها كان عن تمنيات هاني ليه بالنجاح مع الزمالك والتحدث مع الجماهير بشكل مباشر. ولما انتشر خبر إذاعة الحلقة عن طريق إعلان على بيج البرنامج، مجلس إدارة الزمالك تواصلوا مع اللاعب وسألوه عن حقيقة الحلقة. رد وأكد إن ده حصل وإنه ما عندوش علم بقرار مجلس إدارة الزمالك بمنع اللاعبين من الظهور الإعلامي. وكيل اللاعب بعدها تواصل مع هاني حتحوت بشكل ودي لعدم إذاعة الحلقة لتجنب فرض العقوبات على اللاعب بخصم 25% من قيمة عقده مع الزمالك. وحتحوت بالمناسبة وافق على تأجيل إذاعة الحلقة. مش بعفي اللاعب من المسؤولية، لكن السؤال هنا لو كونراد في عالم تاني وفي الكنافة ومش فاهم حاجة في أي حاجة، وأنا بستبعد ده بالمناسبة، فهل الإعلامي هاني حتحوت وأسرة برنامجه الكريمة محدش فيهم يعرف إن المجلس مانع الظهور الإعلامي لأي لاعب في الزمالك؟ يا ترى إيه المقصود في القصة دي؟ وإيه غرضك لما تعرض على لاعب عرض أنت عارف إنه هيأذيه وإنه ممنوع من الظهور الإعلامي؟ عموما تستاهل يا كونراد اللي هيجرى فيك كونك ما سلكتش ودانك. حد يا عزيزي يمشي ورا الإعلام الرياضي بتاعنا؟ وده يا عزيزي الاختلاف ما بين لاعب أجنبي مش واخد على الأجواء في مصر ومش فاهم الإعلام الرياضي بشكل كويس وصدق إن الناس دي بتعرض عليه العرض ده لمصلحته، وما بين لاعب زي بن شرقي حافظ الناس دي ومستحيل ممكن ينجرف وراهم أو يصدق إن الغرض من ورا اللقاء ده مصلحته ومصلحة ناديه. مش من هوايتي التطبيل لحد لمجرد انه بيرتدي التيشيرت الابيض، وسبق وقلت ان المصلحه بتقتضي وهتقتضي اننا نحط العواطف على جنب ونبص لمصلحه الزمالك وفريق الكوره بصرف النظر عن مين بيحب الزمالك من اللاعبين ومين بيكرههم. ابقائك على لاعب بيحب الفريق مش هيجيب لك 3 نقط ولا هيخليك تفوز في كل مباراة، وتبريرك لخطأ لاعب هيركب اللاعب ده علينا وهيخليه يحس انه ما اخطأش وانه اتصرف صح. مش ضد خالص انك تدافع عن اللاعب بتاعك وتطرح مبرراته وتلتمس له اعذار، لكن ضد ان اللاعب ده يكون بيقدم مستوى فني اقل بكتير من العادي والاقيه في كل مباراة بيعترض على تغييره برغم ان في وجوده الزمالك بيلعب ناقص لاعب. لازم يا عزيزي زي ما بتلتمس العذر الشلبي اللي بينفعل في كل مرة بيتم تغييره فيها، كمان تفهمه انه مش اضافة للفريق واعتراضه غير مقبول، لان وجوده في الملعب زي عدمه. يبقى ايه المبرر ورا انفعاله بسبب تغييره؟ مش بقولك يا عزيزي افرض عليه عقوبة او اديله قلمين قصاد الناس وفرج علينا الناس. وبالمناسبة انا مش ضد انك تبرر بكلامك ده خطأ شلبي قصاد الرأي العام، أنا ضد إنك تكون بتقول الكلمتين دول وإنت مقتنع بيهم والموقف يمر مرور الكرام بدون تعنيف منك للاعب داخل الغرف المغلقة. شلبي زودها وكل شوية بمشكلة ولازم الحوار ده يخلص. في النهاية بتمنى النصر لأهلنا في فلسطين، وبتمنى التوفيق دائما وأبدا لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وأيا كانت المتاعب خليك دايما ورا الزمالك.